احنا الاول عايزين نقول الملفات بتاعه الفساد اللي معايا. تجمل لنا ال 11. احنا اللي هم ال 11 ملف. اتفضل. اول ملف اللي هو ملف شركه انتر جروب. والتاني ملف الدخول الفلكيه والمصاريف وبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات. وده هتشوف فيه حضرتك كيف تم نهب الاهرام وكيف تم تكوين راس المال بتوع ال7 شركات عن طريق هذا البند. الملف الثالث هو ملف الهدايا، وده فيه وقعة فساد طريفة قوي. وانا بسأل الكابتن حسن وهو قاعد سامعني اكيد دلوقتي لانه عارف ان انا هتكلم النهارده، بقول له معقوله يا كابتن حسن؟ لا هو ممكن مش عشان عارف انك سمعك، عشان البرنامج متشاف. بالظبط بالظبط. انا عايز اقول بس يا كابتن حسن، معقوله الاهرام بيجيب هدايا زبادي ب1.5 مليون؟ طيب انا عايز اسالك سؤال وجيه. يعني انت وانت بتسند معي اعطتني مستندات قبل الشركات وقبل كذا، قلت لي لازم اتكلم عن موضوع شقق. هي دي اللي دخلتنا للفساد كله. ما هو دي بداية حكاية الفساد في الأهرام. الفساد موجود في كل حتة. الفساد في فساد في المؤسسات الصحفية. الفساد. طب ليه انت حبيت تتكلم في الموضوع ده قبل ما تخش في الشركات؟ هو ده الأساس اللي بدأ بيه غول الفساد في الأهرام. ازاي؟ أنا هقول لحضرتك. يعني حسن حمدي كانت علاقته متوترة جدا بالأستاذ إبراهيم نافع. كنا وقتها احنا في الدور السابع، وكان مكتب الأستاذ إبراهيم في الدور الرابع، وكان لما بينزل له بيطلع وشه يعني مقلوب، وكان بيقول لنا احنا ما شفناش برضه على مسؤوليتك. على مسؤوليتي طبعا. انا كل كلمه انا مسؤول عنها. انا مش هقول حاجه كده اطلاقا. الوصف الدقيق للحاجات دي احنا انا عشت، انا في قلب الحدث. اتفضل. يعني انا في قلب الحدث، وانا كنت قريب منه. كنت قريب من الاحداث يعني. وبيقول الراجل ده انا مش عارف اتفاهم معاه ازاي. فجاه في مره من المرات طلع بيبتسم، بقت حسينا انه في انفراجه كبيره في الامر. بعديها كنت انا وقتها ماسك قطاع الامتيازات، طلب مني 2 كارنيه مقصوره لاحمد وعمر ابراهيم نافع. مره وانا في الاستاد فوجئت انه جاي وجايب معاه الاستاذ ابراهيم نافع عشان يحضر ماتش كوره، رغم ان الاستاذ ابراهيم نافع مالوش في الكوره. فحسيت ان في الامور امور. عرفت ان الاستاذ ابراهيم نافع كابتن حسن حمدي ادى للاستاذ ابراهيم نافع 4 شقق، شقتين في الدور ال16. معانا هذه المستندات يا استاذ خالد. ما فورا الاستاذ خالد مخلص والاستاذ مصطفى النادي والاستاذ سعد والاستاذ احمد سلو، يعني يبدو انه حافظين الملف اكتر من المشاهدين ومنك. اتفضل. كان الشقتين في الدور 16 باسم عمر